من النقط المفتاحية اللي نفكر فيها واحنا بنفكر في موضوع المهارة، مش بس المهارة بتاعتي دي مهارة أنا بحبها ولا لأ. اللي بيخلي شخص يتميز في مهارة معينة إنه هو بيحبها، بيعرف يعملها، وكمان مذاكرها. لما بيبقى عندي التلاتة دول مع بعض ببقى شخص مميز، لأنه بيسموني شخصية احترافية في هذا المجال. فتخيل نفسك لو أنت لعيب كورة وكمان بتحبها وبتعرف تعملها، وكمان رحت ذاكرت عن الكورة، ساعتها هتبقى مدرب احترافي، وساعتها هتبقى مدرب مفيش حد زيك، لأن انت حاجة انت بتحبها، حاجة انت بتعرف تعملها، وفي نفس الوقت عندك المعرفة اللي حواليها. لما التلاتة دول يجتمعوا في مهارة معينة، دي بنسميها نقطة قوتك. عشان كده أشجعك وانت بتقدم على الجامعة اللي انت رايحها، اعرف فين المهارة اللي انت مميز فيها كموهبة جايالك وتعليم انت اتعلمته. اعرف كمان انت بتحب ايه، وساعتها روح كمل ده بالدراسة، كمل ده بالمذاكرة، عشان تبقى نقطة من نقط قوتك. ولو انت دلوقتي في كلية والكلية بتاعتك بتذاكر حاجة تانية، لكن انت مميز في حاجة زي المونتاج أو الإخراج أو التمثيل أو غيرها من الحاجات اللي أنت بتحبها قوي وعندك الموهبة فيها، أشجعك أن أنت جنب دراستك الحالية روح ادرس الحاجة دي، فتبقى التلاتة دول لما يركبوا على بعض يبقى عندك نقطة قوة. وياما ممثلين وياما كتاب وياما ناس كتيرة غيرت وظيفتها وراحت وتميزت بسبب ان هي جنب الموهبة بتاعتها وجنب الحب اللي عندها راحت ذاكرت، وبقت النقطة دي نقطة قوة عندها. فهتلاقي ممثلين كتير في الأصل كان مهندس زراعي أو كان دكتور أو كان ضابط جيش أو ضابط شرطة أو غيرها من المهن اللي هو كان بيشتغلها وبيعمل الحاجة التانية جنبيها كهواية. وبناء عليه اعرف فين الحاجة اللي انت شاطر فيها بتحبها وروح ذاكرها، فالتلاتة على بعض يبقوا نقطة قوة. وساعتها وانت شغال الشغلانة دي او بتدرس في الكلية دي هتبقى مش بس متفوق، هتبقى متفوق ومبسوط وحاجة بتعملها من كل قلبك وتقدر تخدم فيها المجتمع كله.